فتحنا عرض ساترداي من ايفنت بدخول ريا ريبلي، ومن ثم دخلت بعدها نايا جاكس لتبدأ المباراة بينهم. المباراة كانت قوية صراحة، وبكل بساطة تفوز ريا ريبلي على نايا جاكس. كيوريال شيمس ضد برون بريكر السرعة. مباراة كانت جميلة جدا صراحة، سبوتات مجنونة، عجبتني المباراة، ولكن انتهت بفوز برون بريكر. هذا عيب عرض ساترداي من ايفنت، كل المباريات متوقعة. بعدها شفنا دخول أسطورة شون مايكلز. دخل شون مايكلز الحلبة وطلب من كيفن أونز وكودي روزر سعودي الحلبة. دخل كيفن أونز وبدأ يغلس عليه شون مايكلز، وبعدها دخل كودي روز. شون مايكلز مسك الأحزمة ووضعها علقها الفوق، وقال لهم الأحزمة لن تلمسوها حتى مباراة كبريا ورامبل، والفائز سيفوز بالأحزمة الاثنين. بعدها شفنا غدرة من كيفن أونز على شون مايكلز الأسطورة. وبعدها شفنا دخول كودي رودز، جدي ينفذ عليه كيفن أونز الباد رايفل المحظورة، لكن دخل كودي رودز وأنقذ شون مايكلز من يد كيفن أونز الأسطورة كودي رودز ماما رود. بعدها شفنا عركة بيناتهم، بعدها شفنا سكيتس اند ميوزك من شون مايكلز أنهت الموضوع، ورسميا مباراة كيفن أونز وكودي رودز على اللقب في الرويال رامبل، والفائز سيأخذ اللقب بين الاثنين. بعدها نروح مباراة الأوزان، مباراة العمالقة، مباراة الساموان وير وولف والوحش العملاق برون سترومان. مباراة كانت نار نار نار. الوحش برون سترومان وشاكو فاتوا الاسمين وحدهم يكفوا الحدث الرئيسي. مباراة كانت فيها ضرب، فيها ترابيزات، فيها هز وردغ. بعدها في نهاية المباراة شفنا برون سترومان ينزل من ضرب من قوة جاكو فاتو نزل عليه بأربعة من الحبال، أربعة، وكان خارج. دخل الأمن وحاوشوا بيناتهم، كانت ليلة كبيرة. خرج ولكن عاود رجع من جديد، جنن جاكو فاتو، عاود زاد له واحدة من الحبال. أنا عجبتني صراحة، جاكو فاتو دمر الوحش برون سترومان، أكبر دفعة يأخذها جاكو فاتو في الدبليو دبليو حاليا. والحدث الرئيسي أصلا محروق من بداية العداوة بين جاي أوسو وغونتر. مباراة بينها محروقة، ولكن عجبني الأداء صراحة في المباراة، كان أداء قوي وكان تناغم لا بأس به بين جاي أوسو وغونتر. شفنا سبوتات وشفنا، ولكن غونتر أنهاها بالعد السريع على جاي أوسو وفاز كما كان متوقع. نشوف مباراة ما كانش ليها قاع داعي، المامو يديروا برون سترومان وجاكو فاتو هي الحدث الرئيسي، لأن مباراة غونتر وجاي أوسو محروقة. وجاي أوسو مش راح يفوز بالبطولة في عرض أسبوعي بصفة شهرية، لا جاي أوسو إذا كان راح يفوز باللقب الآن سيفوز في رسلمانيا أو فلا. والهون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسى تدير لايك في القناة. هذا هو ملخص ساترداي من ايفنت 2025، عرض تسليكي حتى الريال رامبل، ما نعرف عليه داروه اصلا. المهم ما تنساش دير لايك في القناة، وما تنساش تشترك، وشكرا على المشاهدة.